السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد. في الفيديو ده احنا واقفين على الدوكيومنتيشن ويب سايت بتاع فيو. ليه احنا واقفين هنا؟ عشان اقول لك بس حاجه صغيره كده. انت عارف ان انا شغال رياكت، والكلام اللي بينزل على القناه معظمه رياكت، تمام؟ دي حاجه. حاجه كمان ممكن ما تعرفوهاش، هو ان انا جربت انجلر فتره قبل كده واشتغلت على مشروع كده وما عجبتنيش وسبتها. ومؤخرا برضو قريت الدوكس بتاعت فيو. بصراحه فيو عجبتني جدا، يعني اكتر من رياكت واكتر من انجلر. عجبتني جدا جدا جدا، حاسس انها بتعمل كل اللي رياكت بتعمله، بس يعني بشكل ألذ. تمام، وحسيت انها خفيفه كده ولذيذه وسهله كده، يعني حسيت انها يعني زي ما تقول كده هي الحاجه اللي كانت رياكت المفروض تبقاها. تمام، بس لسبب ما رياكت هي الاشهر دلوقتي، مش عارف ليه. طب الفكره ايه؟ الفكره ان انا بعد ما جربت الثلاثه ميجر فريم وركس اللي هم رياكت، فيو، انجلر، وكمان بصيت سريعه كده سواء في كتب او مقالات او غيره على فريم وركس ثانيه زي كويك وسوليد وسفيلت وغيره، وصلت الكونكلوجن ده يعني جاي لكم النهارده، اللي هو ان كل الفريم وركس شبه بعض. كل الفريم وركس شبه بعض في الفكره، وبيعملوا نفس الحاجه باختلاف السنتكس. تمام. هتقولي زي بعض ازاي؟ هقول لك ان كلهم فيهم نفس الافكار. ايه هي الافكار دي؟ يعني مثلا كلهم فيهم رياكتيف فاليوز. الرياكتيف فاليو دي في رياكت مثلا بنسميها ستيت، في انجلر بنسميها سيجنال، في فيو بنسميها ريف او رياكتيف كده. تمام. كلهم عندهم مثلا لايف سايكل. يعني مثلا لو جينا نفتح هنا مثلا قلنا له هات الجيت ستارتد، هتلاحظ ان الحاجات اللي في الجنب دي كلها انت شفتها سواء مثلا ايه في رياكت او انجلر. لو انت شغال رياكت او انجلر يعني هتلاحظ ان هم. يعني مثلا عندك كونديشنال ريندرنج، اللي هو انك مثلا تقول له ايه، اف كذا ريندر الكلام ده. تمام. عندك ليست ريندرنج، ان انا اعمل فور لوب على اليمنت معين. ولو انت مثلا شغال انجلر فهنا عندنا في فيو، عندنا في 4، في انجلر عندنا حاجه اسمها ان جي 4 بتعمل نفس الكلام. وزي ما هنا عندنا في اف، عندنا في انجلر ان جي اف. تمام. عندنا مثلا ايفنت هاندلنج، ان انا اقول له مثلا اون كليك او اون حاجه اعمل لي فانكشن معينه. الكلام ده برده موجود في رياكت، موجود في انجلر، موجود في كله. عندنا ان انا ابايند اليمنتس للفورم انبوتس. تمام. لو تفتكر مثلا في رياكت احنا بنعمل كده فعلا، ان انا بيبقى عندي فاليو معينه بحطها في الفاليو، وبعدين بقول له اون انبوت اعمل لي ايفنت معين. تمام. ده اللي بنعمله في رياكت، فده موجود برده في فيو وموجود في انجلر. وفيو انجلر برده بيقدموا لك فكره زياده، هو انك تعمل موديل زي مثلا زي اللي هو في موديل زي هنا، انك يعني بالجمله دي بتتفكر بعد كده للايه، للاثنين دول، عشان بس يسهل عليك الدنيا. الفكره بس ان فكره الفورم انبوت هاندلنج موجوده. تمام. وعندك كل الافكار اللي موجوده تقريبا، زي مثلا الكومبوننتس، عندك نفس فكره الكومبوننتس والبروبس والذي منه. عندك فكره اللايف سايكل هوكس بجميع انواعها، زي الاون ماونت والاون ان ماونت والاون كرييتد اللي هو الانيشال كرييتد يعني، او الانيشال ريندر يعني، والاون ريندر والكلام ده كله. تمام. غير كده عندك في الكومبوننت بتاعتك عندك كل حاجه، عندك الكومبوننت ريجستريشن والبروبس والسلوتس اللي هو زي التشيلدرن في رياكت، اللي هو انك تعرض حاجه كده ما بين التاجز بتاعت الكومبوننت، او البروفايد انجكت اللي هي بتحل مشكله البروب دريلنج زي الكونتكست عندنا في رياكت مثلا. وزي السيرفيسز في انجلر نفس الفكره هنا، بس اسمها بس اسمها بروفايد انجكت. ايه تاني؟ عندنا كذلك بيلت ان كومبوننتس كتير زي السسبنس، زي اللي موجود في رياكت بالظبط تقريبا. عندنا التليبورت زي الرياكت بورتالز، عندنا حاجات تانية كتير. تمام. فايه اللي انا جاي اوصله لك من الفيديو ده؟ جاي اوصل لك فكره، هو ان انت لما تيجي تتعلم فريم ورك ما تقعدش فتره طويله تختار فريم ورك. كل الفريم وركس شبه بعض زي ما شفنا. تمام. كلهم بيبنوا على فكره الكومبوننت بيزد اركتكشر، كلهم بيشتغلوا ديكلاريتيف يو اي، كلهم عندهم نفس الافكار، من مثلا من الستيت مانجمنت، الهوت موديول ريبليسمنت، الديباجنج تولز، والتولز الثانيه زي مثلا اللي عندهم سي ال اي، او عندهم راوترز او فورم موديولز او غيره. تمام. حتى كتير منهم بيشتغلوا بنفس الطريقه. يعني مثلا عايز اقول لك ان فيو مثلا عندها فيرتشوال دوم زي اللي عند رياكت بالظبط، مش بالظبط بس عندها فيرتشوال دوم، هي دي الفكره يعني. تمام. غير كده مثلا انت لو بصيت في الايكو سيستم واللايبريز بتاعتهم هتلاحظ ان هم شبه بعض بشكل كبير. يعني لو بصيت على الانجلر راوتر هتلاقيه شبه رياكت راوتر، هتلاقيه شبه فيو راوتر، ما فيش اختلافات تقريبا. لو بصيت مثلا على الفورم لايبريز مثلا بتاعت رياكت، زي حاجه مثلا زي رياكت هوك فورم، هتلاقيها شبه بالظبط تقريبا في فاليديت بتاعت فيو. تمام. هتلاقيها مش بعيده جدا عن الفورم موديولز اللي موجوده في انجلر، اذا اصلا ما لقيتش حاجه من اللي فاتوا دول موجوده في انجلر اصلا. تمام. لو بصيت مثلا على حاجات زي الستيت مانجمنت مثلا هتلاحظ ان في اشكال من الستيت مانجمنت موجوده في رياكت، موجوده شبهها بالظبط في فيو، موجوده شبهها بالظبط في انجلر وما الى ذلك. تمام. لو انت مثلا بتدور على الكروس بلاتفورم كابابيلتيز، مثلا انك تعمل مثلا رياكت ابلكيشن عايز تعمله على الموبايل فهتنقله برياكت نيتف، هتلاحظ ان نفس الفكره موجوده في انجلر باستخدام ايونيك، نفس الفكره موجوده بفيو باستخدام حاجه اسمها كوسار تقريبا، مش متاكد من الاسم بس حاجه كده. بيعمل لك الابلكيشن بتاعك ايه، بينقله لك للموبايل. تمام. وكلهم بيادبت الجافا سكريبت فيتشرز الاخيره زي الاس 6 سينتاكس والديستراكشرنج والبروميسز والكلام ده كله. وكلهم بيدعموا تقريبا نفس الشيء من كل الفيتشرز اللي انت متخيلها. تمام.
انا مش جاي اقول لك تختار انهي فريم ورك او ايه فريم ورك احسن من فريم ورك، انا جاي اقول لك ان كلهم زي بعض. فلو انت بتختار واحد عشان تبدا تتعلمه، او بتفكر مثلا ان انت رياكت مثلا مش مكفياك او عايز تنقل واحد تاني، انا بقول لك لا، كلهم بيعملوا نفس الشيء. وبقول لك ان انت لو عاوز تنقل تتعلم واحده تانيه، انقل وتعلم. الموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل جدا، ان كلهم تقريبا شبه بعض، مفيش اختلافات كتيره في السنتكس. فانت لما تنقل من واحده للتانيه مش هتلاحظ الفرق الكبير. تمام. زي مثلا لما انا شغال رياكت اهو، حاولت ان انا اتعلم فيو، ما لقيتش فرق كبير، وانا مستعد دلوقتي ابدا اعمل ابلكيشن بفيو، وحاسس ان انا مش هلاحظ اي مشاكل يعني. تمام. هو بس لازم امشي ايدي فيها شويه. تمام. دي اول نقطه. تمام. النقطه الثانيه بقى هي نقطه ليها علاقه بالايه، بعمليه التعلم ذات نفسها. ايه الفكره فيها؟ زي ما شفنا الفريم وركس، يعني على قد ما هي مختلفه وكل واحده بتحاول تفهمك انها مختلفه عن الباقي، لا كلهم دلوقتي شبه بعض، وكلهم بيغشوا من بعض، كلهم بينقلوا فيتشرز من بعض اساسا. تمام. فالفكره هنا ايه؟ الفكره انك ما تتعلمش فريم ورك، اتعلم الافكار اللي ورا الفريم ورك. اتعلم فكره الرياكتيف فاريبلز، اتعلم فكره اللايف سايكل هوكس، اتعلم فكره السلوتس، اتعلم فكره ازاي تست فريم ورك، ازاي تكتب يعني، او تشتغل ببيست براكتسز وانت بتكتب كود بفريم ورك. دي نقطه. واعرف كذلك ان الفريم وركس ما هياش يعني سيلفر بولت، مش هي اللي هتحل لك مشكلتك. انت لو بتكتب ابلكيشنز وحشه شكلها وحش، اللوجيك بتاعها مضروب بالنار، انت لما تنقلها للفريم ورك اهو، اي كان الفريم ورك اللي هتنقله هتطلع بنفس الشكل. الفريم ورك مش هتحل لك مشاكلك بشكل سحري يعني. تمام. غير كده انت لما تنقل من فريم ورك للتانيه، وتجرب دي وتجرب دي وتجرب دي، بتبقى اول حاجه يعني ايه، اول حاجه بتتعلم انك تتعلم. ده نمره واحد. نمره اتنين، لما بتجرب اكتر، تمام، لما تجرب مثلا تتعلم رياكت وتمشي فيها شويه وتفهم الفكره ماشيه ازاي، لما تروح منها لفيو وتشوف ايه ده فيو بتشتغل بشكل مختلف، ده فيو بتطبق نفس الافكار بتاعت رياكت بس فيه شويه سنتكس مختلف، فيه شويه حاجات اندر ذا مختلفه. فده بيعلمك ازاي تتعلم، وده بيكسر عندك حاجز الخوف من انك تنقل ما بين تكنولوجي والتانيه. تمام. لان في ناس كتير بتبقى زي ايه، في علاقه، تمام، علاقه اللي هي ريليشن شيب مع الفريم ورك بتاعتها او التكنولوجيا اللي هي شغاله بيها، سواء فرونت اند باك اند موبايل، بحيث ان هو لو التكنولوجيا دي اتشالت منه هيخسر كل حاجه معاه. لا، انا بقول لك ان انت لما تتعلم اكتر من حاجه وتنقل ما بينهم، هتكسر الرهبه اللي عندك دي، وتلاقي نفسك قادر بكل بساطه تنقل ما بين حاجه للتانيه للتالته من غير خوف من غير رهبه، لان انت فاهم الكونسبت، فاهم الفكره العامه، مش مرتبط بسنتكس معين او كلام معين تكتبه. تمام. بس في نفس الوقت عشان نبقى عارفين، انت مش محتاج تتعلم كل حاجه، انت مش محتاج تتعلم رياكت وفيو انجلر او غيرهم، انت ممكن تتعلم واحده بس وتمشي بيها دنيتك عادي جدا. بقولكش ان دي فكره سيئه انك تتعلم اكتر من واحده، لا بالعكس، ممكن تكون فكره كويسه، بتوسع سوقك، بتلاقي شغل اكتر، مش عارف ايه الكلام ده كله. بس يعني بقولكش انك لازم تتعلم، ما بقولكش ان انت عشان انت عارف واحده فانت كده وحش، لا عادي، ممكن تبقى عارف واحده وتبقى دنيتك ماشيه تمام عادي. اخر حاجه ممكن اقولها لك هي ان الحاجات اللي انت بتتعلمها في فريم ورك واحده كخبره، ومثلا انك تشتغل على مشروع، وازاي تقسم مشروع كبير، وازاي تعمل فيتشرز معينه، مثلا انك تتواصل مع باك اند، او تعمل دراج اند دروب، او تعمل انيميشنز، او تعمل حاجات كتير من دي ترانسفيربل بشكل فوق ما انت متخيل. تمام. يعني حاجات مثلا ممكن تتعلمها وانت مثلا شغال في رياكت، هتلاقيها موجوده في فيو، تقدر تعملها بفيو. تمام. حاجات ممكن تعملها اصلا في الويب وتلاقيها موجوده على الموبايل، لو انت قررت تنقل الموبايل مثلا باي شكل من الاشكال، فلاتر بقى، رياكت نيتف، ايا كان. تمام. غير كده في حاجات كتير انت بتتعلمها وانت بتتعلم مثلا ويب، بتلاقيها موجوده او بتفيدك في حاجات تانية. تمام. زي ما في حاجات تانية بتتعلمها تلاقي ممكن تيجي تلاقيها مفيده في الويب. تمام. زي ما انت مثلا ممكن تتعلم حاجات في الويب تلاقيها مفيده لو انت قررت تنقل باك اند. في حاجات ممكن تتعلمها كماث وستاتستكس ومش عارف ايه، هتلاقيها مفيده لو انت بدات تشتغل ماشين ليرنينج، او حتى بدات تعمل شويه انيميشنز، او بدات تعمل حاجات كتير انت ممكن يعني مش متخيل ربطتها ببعض. بس فكره انك تتعلم اكتر من حاجه وتدوس في اكتر من حته، بتبين لك بقى الحاجات دي، وبتبين لك يعني اول حاجه جمال العلم، لان العلم جميل جدا. ده نمره واحد. نمره اتنين، بيبين لك ان انت خبراتك او تعلمك تراكمي بيبني على بعضه. لما تتعلم حاجه، حتى لو حاجه ما فادتكش دلوقتي، الحاجه دي بتوسع في دماغك عشان تقدر تفهم بيها حاجات موجوده قدام بعدين. وكمان كل ما تتعلم اكتر، كل ما يبقى سهل انك تتعلم اكتر، كل ما يبقى سهل انك تتعلم اكتر، كل ما يبقى سهل انك تتعلم اكتر، وهكذا وهكذا. تمام. ودي مثلا الحاجه اللي احنا بنشوفها مثلا في الكليه، ممكن ناس كتير منكم تشوف الكلام ده في الكليه، ان هو بيحس انه بيتعلم حاجات كتير ملهاش لازمه في الاول، بس يجي مع الوقت، مع مثلا مع السنين، او يجي على اخر سنه في الكليه، يلاقي ان لا، كل اللي هو اتعلمه في اللي فات ده بيركب على بعضه يكون له ايه، مجال اللي هو كان بيسمع عنه مثلا، او بيشوفه ات فيس فاليو كده، مش عارف اللي وراه ايه، بس هو لا، يلاقي نفسه فاهم ات فيس فاليو، وبيعرف يستخدمه كمان، فاهم اللوجيك او العلم اللي وراه. تمام. وده زي ما قلنا مش بس في الفرونت اند ولا في الباك اند، لا ده تقريبا في كل مجالات التعلم، اي حاجه ممكن تتعلمها تلاقي في الكلام ده. فبس كده، ده كان فيديو سريع، كنت حبيت بس اشارك معاكم الفكره، تمام، كديفلوج سريع كده. ده هيبقى اول فيديو في سلسله الديفلوجز، وترقبوا فيديوهات اكتر من السلسله دي. فاشوفكم في فيديو جاي، ومع السلامه.